قبل ما نبدا الفيديو صلوا على النبي، يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب. بس كده، مش هطلب منكم اكتر من كده. بعد اذنكم تعملوا لايك وسبسكرايب. ولو انت لسه جديده او اول مره بتشوفيني، انا اسراء احمد، ميك اب ارتست من اسكندريه. يا ريت تعملي لايك وسبسكرايب. ولو حابه تشوفيني تاني، حطي اعملي دوسي على الجرس واعملي الكل او اول، وهيوصلك كل جديد انا بنزله. وهتشوفي تريكاتي وفيديوهاتي واللوكات جديده، وهتشوفي تريكات جديده وان شاء الله تعجبك باذن الله. بس كده، مش هتخسروا حاجه يا جماعه، تعملوا لي لايك وسبسكرايب بعد اذنكم. يلا نبدا الفيديو مع بعض. اول حاجه انا حطيت المرطب بتاع ستيفز، تمام. وشاورتلكوا على شبابي برضو، كنت حاطه المرطب الكوري، وريتهولكوا برضو لونه اخضر هو كده، وبيدي لون حلو جدا، تمام. و مشطت حواجبي زي ما انتم شايفين، بس كده. وحطيت دلوقتي بقى كونسيلر تحت العين. انا ما استخدمتش فاونديشن عشان ممكن اكتب على العنوان ان انا ما استخدمتش فاونديشن، فمحدش يعني انت كدابه ولا حاجه. انا حطيت كونسيلر، الحمد لله ولله الحمد ما شاء الله. يعني الفتره دي مفيش عيوب كتير في بشرتي، مفيش يعني عيوب. فانا يا دوب بس بحط حاجه بسيطه جدا من الكونسيلر وبدمجها على بشرتي. انتوا شايفين كده، انا حاطه حاجه بسيطه. وكمان دمجتها بسبونج في الاخر، يعني عملتها بايدي الاول عشان اوزعها على كامل بشرتي، وبعدين حطيتها بعد كده بدمج بالسبونج. لان طبعا لو انا كنت دمجت في الاول بالسبونج كان زمان السبونج شفطت كل حاجه حطيتها في ثواني، ما كنتش زماني وزعت الكونسيلر اصلا لا على تحت عيني ولا تحت بشرتي، كان زمان ولا على بشرتي، كان زمانه يعني شفط الكونسيلر. خدت تنت كده انا اللي عاملاه، بلاشر كريمي انا اللي عاملاه، حلو جدا يا جماعه، وثابت وبيدي لون حلو بينك كده، تحفه، لونه تحفه قوي قوي، يعني فظيع الصراحه. لو حابين تشوفوا الفيديو ده موجود من وقت، مش عارفه، ممكن احط لكم اللينك بتاعه عشان تشوفوا الطريقه انا عملتها ازاي. تقريبا كنت عاملاه شورتس، مش فاكره قوي، بس تقريبا كان شورتس. وانا ما حطيتش كونتور كريمي، انا حطيت بس اللي هو بلاش وبس كده. هثبت بقى باللوس باودر كده على خفيف. وقبل ما اثبت بنفض الفرشه كويس جدا من اي زوايد عشان ما تبهدليش الدنيا. دايما لما باجي احط اللوس باودر بيبهدل الدنيا، لاني مش بنفض الفرشه، فتلاقوني في الفيديوهات الطرحه وكل حاجه متبهدله. طبعا انا الاسبونج الصغيره مكسله اجيبها، فحبيت ان اوريكم تركايه، قلت دي فرصه برضو ان انا اوريكم تركايه كده. بعمل ايه؟ باخد بصبعي اللوس باودر، بدمج تحت عينيا الاول الكونسيلر او الفاونديشن او اي حاجه انت حاطاه، بدمجها بصبعي الاول، وبعدين حطيت اللوس باودر بصبعي، مش بالفرشه ولا حتى بسبونج زي ما انتم شايفين. لو السبونج بتاعتك كبيره ومش عارفه تحطي، انا ما حطيتش كونسيلر عند اورتي عشان تبقوا عارفين، يعني دي اورتي بس مثبته عليها بس كده على خفيف، مثبته بلوس باودر شفافه بس مش تدي لون حتى. المهم، فانا حطيت تحت عينيا زي ما انتم شايفين كده بصبعي بس. والتركايه حلوه جدا وبتثبت تحت العين بشكل حلو. بس قبل اي حاجه لازم ندمج الخطوط اللي تحت العين عشان ما تتثبتش مع اللوس باودر، تبقى حوسه. خدت بقى كومباكت باودر كده، كونتور كومباكت، وحطيت حددت عظمه خدي بالكومباكت باودر، مش بكونتور كريمي، ما حطيتش كريمي خالص، تمام. وعملت النوز بتاعتي برضو بنفس الكونتور، وبرضو بحدد النوز بتاعتي او مناخيري اي حاجه حددتها بكومباكت ابيض بيضه، كومباكت باودر بيضه من الباليت بتاعه كونتور دي، تمام. وبحدد مناخيري بيها زي ما انتم شايفين بالشكل ده، شكلها حلو جدا تحديده. كمان بحدد في نص مناخيري زي ما انتم شايفين. هاخد بقى السبونج اللي هي المثلثه دي، حلوه جدا يا جماعه، بتحدد لك الشكل اللي انت عايزاه في بشرتك بالظبط. شكلها جميل كده وتحفه، تخلي الشكل كيوت كده يا جماعه، وبترفع الخد، حاجه حلوه جدا. جربوا يعني، حاولوا تجيبوها، حلوة قوي. ولو ما عندكوش اللي هي المثلثة دي مش مشكلة، استخدموا الفرشة، استخدموا مثلا
السبونج بتاعتكم من الناحية المثلثة دي، حاولوا ان انتوا تقربوا الناحية المثلثة ناحية التحديدة، او فرشة عندكم كده مبططة وتثبتوا بيها بالشكل ده، تعملوا بيها كده. انا ان شاء الله الفيديوهات الجايه هحاول اعمل لكم كل الامكانيات، لو ما عندكوش اي حاجه اعملوه بحاجه واحده. مثلا الفيديو اللي فات لو حابين تشوفوه، انا عملت اللوك كامل بايديا مفيش اي غلطه فيه، وتحفه يا جماعه، تحفه جدا 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 للناس المبتدئه اللي ما عندهاش اي ميك اب. روحي شوفي الفيديو، تحفه هيعجبك ان شاء الله. الفيديو اللي قبل ده، لان اللي قبل ده كان نصيحة عن كعب الغزال. اللي قبل الفيديو اللي قبل كعب الغزال هو ده الفيديو بتاع الميك اب الايد. خدت كونتور كريمي وعملت بيه ايلاينر زي ما انتوا شايفين كده، ايلاينر بني. طبعا الكونتور ده بديل للكحل البني. لو ما عندكيش كحل بني زي ما انتوا شايفين، عايزه اقول لكم على حاجه، في ناحيه في وشي ناحيه فاتحه وناحيه غامقه، لان الناحيه الفاتحه دي عند ناحيه طول ربنا، والناحيه الغامقه عند ناحيه الشباك عندنا. ناحيه الشباك عندنا غامق شويه مفيش نور، فعشان كده يعني غامق الدنيا شويه ومبين اللوك اكتر. في الناحيه دي انا حباها الصراحه، الناحيه اللي هي مبينه اللوك اكتر دي، فهما الاتنين على فكره شبه بعض بالظبط في كل حاجه. خدت برضو كحل اسود وحطيت برضو كده عند الزاويه زي ما انتوا شايفين، ونفس الكحل عملت بيه بوزة ايلاينر بالشكل ده. اسهل من كده مفيش يا جماعة، اسهل لوك من كده مفيش. انا بحاول اعمل لوكات سهلة عشان تعرفوا تعملوها او تقلدوها زي ما انتوا شايفين كده. حتى لما انا حطيت الايلاينر بالشكل ده ادى شكل سحبة كده للعين وكبر العين، صح زي ما انتوا شايفين كده. لو انتوا وصلتوا للنقطة دي جاوبوا على السؤال بتاعي واكتبوا لي كومنت حلو رأيكم. لو حابين فيديو جديد عن اي حاجة اكتبوا لي كومنت برضه. خدت طبعا كنت بدمج اللون البني الاول عشان ميبقاش حاد، وبعدين خدت لون شادو بني، وبرضه دمجت اللون البني مع الشادو مع الكونتور البني اللي انا كنت حاطاه في الاول. تمام، نعتبره الكونتور ده نعتبره كحل بني كريمي عشان خاطر من نقولش كل شويه كونتور، فاهمين؟ بس المهم، فانا بدمج اللون البني بقى. خدت اللون الاسود بدمج بيه بقى اللون الاسود اللي انا حطيته زي ما انتم شايفين كده. بس كده اللوك عبارة عن ايه؟ لوك عبارة عن لون بني كريمي، لون اسود كريمي، لون بني باودر، لون اسود باودر. بس كده سهل جدا زي ما انتم شايفين كده. وبعدين بوريكوا ده شبه ده عشان خاطر يبين لكم ان ده فاتح وده غامق، انا بس حبيت اعرفكم. خدت كومباكت باودر ابيض حددت بيها بالشكل ده، بتدي تنويره حلوه قوي قوي لتحت العين، تحفه يا جماعه. متنسوش النقطه دي عشان في ناس كتير بتنساها. شايفين رفعت عينيا ازاي لفوق؟ بصوا يا جماعه، طبعا الحته دي مش عارفه ليه، يعني الحته دي غامقه والحته دي فاتحه عشان نبقى متفقين، عشان هنا في الظل وهنا في النور. فالظل يعني مش فاهمين، يعني لو هتفهموا قصدي ان مثلا النور بتاع ربنا ضارب في وشي فمش مبين اللون قوي. هنا يعني الضلمه مديه يعني هنا ضل مفيش نور ربنا، فبالتالي اللون واضح وصريح. هنا مش واضح قوي، مع انه هو نفس التفاصيل بتاعه العين، مفيش اي غلطه، يعني كل حاجه بكل تفصيله موجوده. هاخد بقى كحل ابيض او كحل بيج اللي انتي تحبيه وهحطه جوه العين. انا طبعا مش عارفه احطه جوه العين لان انا ماسكه المرايه والموضوع مش سهل خالص وعماله بربش. اقلل اضاءه الرينج لايت عشان اللوك يبان لكم. بصوا شكله حلو ازاي، شايفين الشكل تحفه. هنا على فكره زي ما قلت لكم ده النور بتاع ربنا هنا، والاضاءه يعني ضلمه هنا، فهتحسوا بفرق بين العينتين، بس هو في الحقيقه شبه بعض بالظبط. هاخد بقى ماسكارا. الماسكارا دي من ميبلين، الماسكارا دي ماسكارا الصفرة بتاعه ميبلين، ماسكارا حلوه جدا يا جماعه. ان شاء الله هبقى اصور لكم فيديو وهقول لكم على تريكايه كده، طبعا يعني مش هقولها دلوقتي، هقولها لكم في فيديو ان شاء الله وانزله لكم صغير كده صغنطوط، انتظروه عن الماسكارا. تمام،
بصوا بقى، طبعا انا يعني حابه يعني الرموش تبقى مفصله نفسها، اللي هي تبقى ايه، تبقى مش ملعبكه في بعض. فاحلى حاجه ان انتي ما تلعبكيش الرموش في بعض. واحلى حاجه بحبها في الماسكارا دي ان هي بتكعبلش الرموش في بعض، وتحفه جدا يا جماعه. ميبلين يعني او اسنس لاش برنسس تحفه الاتنين يا جماعه. ولاش برنسس جميله جدا، بس يعني بتدي كثافه وطول مش طبيعي. بعدين خدت بقى ايه جليتر كده، جليتر سيلفر. بحب قوي الجليتر ده، انا مخلصاه في البالت دي يا جماعه، تحفه من كتر ما بستخدمه. تحفه، بيعكس الالوان، بيخلي الشكل تحفه كده ورقيق، وبيدي شكل ملوكي لللوك، بيبقى تحفه كده. حطيت عند المدمع العين بدل ما احط هايلايتر حطيت جليتر، بيبقى شكله احلى بكتير. وحطيت كمان فوق الايه، فوق عارفين انتوا السبعة اللي عند العين دي اللي هي المدمع، لا ما تحطوش عند المدمع، لا يعني اللي هو فوق، يعني تحت المدمع وفوق المدمع كده، وتدخلوا على حاجة بسيطة زي ما انتوا شايفين بالظبط كده. بحب اشرح لكم بالظبط. وبعدين هاخد كونتور كده غامق، واحدد بيه شفايفي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس على اللي انا هكتفي بالمرطب اللي هو البينك اللي انا حطاه ده، شكله حلو جدا، فانا بيثبت اصلا اللون بتاعه، فمش مشكلة عندي، انا بحبه. حددت شفايفي بالكونتور البني، وخدت لون اورنج كده. قلت يعني احطه كبلاشر، شكله حلو جدا، انا بحبه كده. وبحب الاورنج يكون فاقع في وشي، معرفش في ناس بتحبه فاقع ولا لا، بس انا حبيت ان انا اكتر شوية عشان التصوير، عشان ساعات مش بيظهر في الفيديو، في اثناء التصوير وانا بصور مش بيظهر، فعشان كده بحب اكتر شوية. هحط جلوس كده، طبعا لو انت عروسة حطي بلاشر عشان البلاشر بيطير مع الوقت. بحط الجلوس ده على كنت ده حاطه جلوس شفاف مع نقطة روج بينك كده، اداني درجة كده على بينك شوية او فوشيا، وحطيته كده بيدي هنت خفيف بينك للشفايف، شكله حلو جدا. خدت درجة الهايلايتر الشامبين دي حلوة قوي زي ما انتوا شايفين، بصوا شكلها حلو ازاي، تحفة قوي مع البلاشر الاورنج. عايزه اقول لكم البلاشر الاورنج بيغمق البشره سيكا، بس بيبقى حلو جدا جدا مع البشره القمحويه. وكمان الاورنج يعني البشره البيضة ما بتستخدموه، لما تيجي تستخدموه مش بتستخدموه يعني له طريقه كده في الاستخدام. البلاشرات الاورنج والاي شادو الاورنج له طريقه في الاستخدام مع البشرات الفاتحه بس كده. والبلاشرات الغامقه او القمحويه بتليق عليها البلاشر الاورنج جدا جدا، والاي شادو الاورنج جدا. بس كده ده كان الفاينل لوك بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ومتنسوش تعملي فولو على الانستا، هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس او في اول تعليق مثبت. اشوفكم في فيديو جديد على خير، مع السلامه.